وابتدى المشوار حبايبي. اليوم عندنا وصفة كلش روعة لجماعة الأكالة، تشريب أحمر موصل لدرجة أولى على طريقة المطاعم وأحسن من المطاعم، ويا بصل وطماطة وفلفل ولحم غنم والنومي بصرة. أول شي عندنا لحم غنم خالص، راح نحمي الجدرية، نحميها سابقا الجدرية، راح نضيف الزيت حتى نحمس اللحم لازم ينحمس حتى يحافظ على الداخل، هو ينحمس من برا حتى الداخل يبقى به طعمه، مو مثل السلق راح ينسلق وبعدين الطعم مال اللحم كله يروح. فاحنا راح نحمسه حمس، راح نحمس اللحم حمس ونبلش نحمس اللحم. النار هسه راح نتركه شوية على ما ينحمس وبعدين نرجع اللحم. راح نضيف خليات حلوة وطيبة بنكهة المنهرية. هسه راح نضيف فلفل أسود، ورق غار، قرفة، قرنفل، قرفة، راح نخلي ثوم حسب الرغبة، والنوم بصرة، فلفل واحد اثنين كيفكم. راح نخلطهم شوية هسه حتى ينطونا شوية طعم. هسه راح نضيف بصل على حلته كامل يكون، ولو هذا شوية خشن، لأن والله العظيم أنا جيت من الشغل قالوا لي ليش سوينا تشريب أحمر اليوم، فبعدني هسه بهدوم الشغل. هذا نحمس البصل شوية، راح نخليه هسه على مود شوية البصل مالنا خشن حتى يستوي زين. هسه راح نضيف طماطم نقطعها أرباع، نقطعها أرباع طماطم، هاي بعد ما قطعنا الطماطم راح نضيف المعجون. نضيف المعجون على التونسة، أرفع أنواع المعجون. راح نتركه شوية. هسه راح نضيف طماطميات، راح نضيف الطماطم. بعد ما نضيف الطماطم راح نتركهم شوية ونغطيهم، نتركهم شوية ونرجع لكم مرة ثانية. خليناهم شوية المعجون يتجانس ويا البصل واللحم، ياخذ طعمه شوية عزيزي. هسه راح نضيف المي، ما راح نخليه، بس نغطيه بالمي، نغطي التشريب مالتنا كلش كافي هذا المي. بعدين راح اذا نحتاج مي راح نضيف بعد مي، واذا نحتاج معجون راح نخلي معجون بعدين. والاخر شيء الملح، اخر شيء راح نضيف الملح، لان ما يصير احنا نضيف الملح
واللحم بعده على النار. فآخر شي راح نضيف الملح ونرجع لكم إن شاء الله. وهسه حبايبي بعد ما تركناه نص ساعة راح نضيف عليه الملح ونتركه شوية يفور. راح نعطيه شوية درجة حتى يفور شوية، يفور فد 5 دقايق حتى ياخذ طعم الملح، وبعدين ننصيه ونتركه في نص ساعة اللخ ونطفي عليه. وهسه حبايبي بعد ما صار عندنا التشريب، شوفوا المنظر شقد حلو، بس يعود يا جماعة يجون ياكلون. فراح ننصيه درجة وسط ونتركه فد نص ساعة، وبعدين نضيف الملح. نضيف الملح ونعوفه ملح فد 10 دقايق على مود ياخذ طعم الملح، وبعدين راح نضربه بالتشريب ونرجع لكم. وهسه حبايبي بعد ما كمل عندنا التشريب الأحمر وهو يبقبق، راح نصب ونجرب نشوف. أول مرة نصب المي، أول شي نخليه لازم نصب مي أول مرة حتى يتنقع. بعدين ندور لنا على بصلاية، البصل والطماطم وبعدين على هبراية. هذا زين. ونيجي على الختام شوي زيت ونماي بلد. هذا التشريب الزين على الطريقة الموصلية. هذا حبايبي هسه راح نذوق شوي من عندي. شوفوا اللحم، لحم دايب أولي يابا لحم غنم درجة أولى، تشريب أحمر درجة أولى على الطريقة الموصلية. ألف عافية.